السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحباباتي وأهلا بكم مع فيديو جديد ومع وصفة جديدة كالعادة. إبا حبيباتي الفيديو تاع اليوم قبل ما نبداو في الوصفة تاع اليوم نقول لكم يعطيكم الصحة. أنا تاني توحشتكم بزاف بزاف، بارك الله فيكم في المشتركات اللي كانوا سقساو عليا، نقول لكم يعطيكم الصحة. أنا تاني توحشتكم. كو عارفين رانا فاكونس والوقت شوية راهو شوية صعيب باه نقعد نصور وندير مونتاج اكو تعرفوا. مي معليش قلت لكم الخطره اللي فاتت في الفيديو السابق، قلت لكم مره على مره راني نبان معكم، ما تخموش انا القناه مانيش حنفرط فيها، راني قاعده مع مشتركاتي الغاليات، ما تخموش مش حنسمح فيكم، غير نتوما ما تسمحوش فيا، هذا ما كان. ايبا كيما راكم تشوفوا عميراتي الوصفه تاع اليوم حنديروا بيتزا كاري. ما كاش اللي ما يحبش بيتزا كاري، حنديرها حجم عائلي بطريقه سهله ومبسطه، والاهم انه تكون بطريقه سهله. دونك كيما راكم تشوفوا خاصة هكذا كي رانا في لي فاكونس ندوها معنا للبحر، نديروها كي نكونوا عيانين على هلاله اون فوا بوغ توت. هذه البيتزا هكا تضربي سنيوه كشغل تريحي راسك من الفطور ولا من العشاء، ولا خاصة كي ندوها للبحر. انا نموت على هذه البيتزا، نديها هكذا في سنيوه ولا في بواد، نديرها ونديها للبحر، بنتها هايله هايله. دونك انا ما نطولش عليكم عميراتي، خلوا لي هذاك الجام ويلا نبداو بسم الله. المقادير وطريقه التحضير كيما راكم تشوفوا، انا في الريسيبيون تاعي درت كيلو فرينه، ضفت له ملعقه كبيره خميره خبز وملعقه كبيره سكر ونصف ملعقه كبيره ملح، وكما شفتوني درت فايت نص كاس زيت، باسكو انا كنت درت كيلو تاع فرينه. من بعد ضفت زوج كيسان حليب يكون دافي. كما راكم تلاحظوا انا المقادير درتهم كاع في مره. هي هذه الوصفه انا كنت استعملت فيها الحليب، من نتوما لا كان عندكم حليب بودره ضيفوا 3 ملاعق ولا حتى 2 ملاعق كبار لحظه حليب بودره، واستغناو على الحليب. انا بما انه ما كانش عندي حليب بودره، كنت درت 2 كيسان حليب يكون دافي. من بعد زدت ضفت بعد ما درت حطيت كاع المقادير في مره وحطيتهم انا هكذا يدوروا في البيتخا. من بعد نبدا نضيف في الماء دافي، ضفت 2 كيسان واحد اخرين ماء دافي ونخليها تتعجن، تدي وقتها هكذايا في العجان حتى تعركها لي، ونروحوا نحضروا لاصوص طوماط. هنا صلصه الطماطم عندي كيلو طماطم كيما راكم تشوفوا، غسلتها ونعصرها هكذا مزريعه هكذايا ونضيفها في مرميطه هكذايا. الطماطم تاعي نحيلها هذاك كيما راكم تشوفوا هكذا، نعصرها وين نصيب فيها الماء نعصرها. انا عندي هذيك الطوماطيش الطويله صافي ما فيهاش الماء بزاف كيما راكم تلاحظوا هكذا. من بعد نجيب الزعتره، كي نقولوا صوص طوماط نقولوا زعتره، وعندي واحد 3 سنينات توم يكونوا ملاح وحبه بصله صغيره. هذا واش حندير في صلصه الطماطم تاعي. نزيد هنا نضيف ملعقه طماطم مصبره. هنا طماطم مصبره درت غير ملعقه واحده، هذا ما كان، وكيما تقدروا تستغناو عليها سي نورمال بلا ما ننسى الملح، شويه زيت شويه فلفل اسود، ونحطها فوق النار بدون ماء. نخلي هذيك الطماطم وهذاك البصل يطلق ماء، غير نشوف لا صوص طوماط تاعي دبالت نطفي عليها صافي. هنا صلصه الطماطم ما ندير لهاش الماء باه ما تسمطش معايا وتجي بنينه. نعاودوا نولوا للعجين تاعنا اللي كنا حطيناه في البيتخان، خليته يدور. دوك نتوما لا ما عندكمش بيتخان عادي خياتي بيدكم طموا، خلطوا النواشف، من بعد بداو تضيفوا في السوائل كيما راكم تشوفوا. انا سي بون هنا كانت عجنتها راهي كملت عجنتها، يعطيها الصحه. كيما دائما نقول لكم انا هذه البيتخا ما نستغناش عليها، هي سواء ماشينا لافي. شوفوا صدقوني وين التاويل دائما ينقص على الواحد، خاصه الواحد في الوقت اللي رانا فيه الصحه راهي قليله. شوفوا هنا نولوا لاصوص طوماط، شوفوا هنايا كيف راهي سي بون، راهي طلقت هذاك الماء والطماطم تاعي راهي دبالت، البصل دبال. نحي هذاك البوكي اللي كنت درتو تاع الزعتره ونميكسيها بكل سهوله غير هكذايا. دوك اللي ما تحبش تميكسيها تقدروا طماطم تسكرفجوها والبصل تسكرفجوه وكيف الثوم وتخلوها طيب في مره. هنا عندي في مقله سكرفشت حبه بصل كيما راكم تشوفوا، نزيد نضيف شويه زيت شويه فلفل اسود ونقلي البصل تاعي، نخليه شويه ملح سي نورمال.
انا هنا ما كنتش درت الملح. هكذايا، ونقلي هذاك البصل تاعي حتى يدبل معايا. دونك نتوما الجود بالموجود، انا حندير لها شويه لحم مفروم، نتوما كيما تحبوا خياتي، واش يكون متواجد معاكم تقدروا ديروها غير هكا. دايوغ انا في بدايه القناه كنت شاركتكم بيتزا كاري، كنا درناها بالبيض مغلي وتجي من اروع ما يكون، تجي هايله بدون جبن بلا والو، غير كي طيب نسكرفجوا لها كاش 4 حبات ولاد الدجاج، ولا تجي بزاف بزاف بنينه، خاصه اللي يحب البيض الطعم تاعها يكون هايل. مي انا اليوم حبيت نغايرها على الوصفات الاولين اللي كنت حطيتهم في القناه. هكذا دوك هنا في بلاطو كيما راكم تشوفوا، انا كنت درت كميه مليحه، كانوا عندي الوليدات ولادي ماشي غير ولادي، كانوا عندي كنت عارفوا لي فاكونس الدراري يحبوا يضيفوا منه من ايبان. كنت درت 2 سنيوات، كنت درت كيلو فارينه الله يبارك والله غير، وكانت قعدت، انا كنت درتها العشاء وكانت قعدت حتى الغدوه من داك وكملوا كلاوها. كيما نعرفوا الدراري دائما يحبوا البيتزا. دونك كيما راكم تشوفوا هكذا كنت درت ديروا في السنيوه الزيت، باسكو الزيت هو اللي يعطينا هذيك القرمشه تاع البيتزا كاري. دهنت السنيوه تاعي بالزيت، من بعد كيما راكم تشوفوا حليتها قدامكم، من بعد جبت سنيوه واحده اخرى، هذه سنيوه راهي 40 على 40، نزيد ندير تاني لاباط اللي كانت قعدت لي اوليو تقعد صافي نكملها سنيوه هكذا في مره. وكي نطيبوها هكذا في السنيوه مش حتى عبنا كيما نقعدوا نديروا بالخبزات فيت الطيب معانا. ولا صوص طوماط كيما شتونا، صلصة الطماطم ولا صلصة بيتزا كانت ريحتها وخليتها بردت. دوك هكذا نبسط العجينة تاعي كيما راكم تلاحظوا، نبسطها هكذايا. وهنا خياتي نعاود نولي نذكركم ونقول لك انتي اختي اللي راكي تشوفي في هذه القناه لاول مره، ونقول لك الا مازال ما درتيش ابوني للقناه يلا ديري لي هذاك الجام وتعليق شباب يا خياتي، فضلا وليس امرا، غير باه تزيدوا تشجعوني وتحفزوني، وفي نفس الوقت باه الفيديو هذا يظهر اكبر عدد من الناس. كيما راكم تشوفوا هنا خياتي، دوك هنايا البصل راهو تقلى معايا، نزيد نضيف هذاك اللحم المفروم. انا هنا ما هذا دنداشي كنت شريت قيس 50 ميل ودرتو للبيتزا هكذايا، باه كيما نقولوا يستبنوها تجي بنينه هكذايا، ونكمل نقليه. وفي نفس الوقت انا كنت شعلت الفور تاعي، انا حنطيب في الفور تاع الغاز هذاك تاع التلمسان، بان كنت شعلته نخلي الفور تاعي باسكو سي بون العجينه تاعي راهي اختمرت واختمرت للمره الثانيه. راكم تشوفوا في السنيوه وراهي تبان مختمره سي بون. دونك نحط لها غير لاصوص، ولازم هنا الفور تاعكم يكون سخون باه تمتم طيب معنا ما طولش معايا. هكذا ندير هذيك لاصوص طوماط تاعي اللي كانت بردت معايا. هكذا هنا الجبن اللي حنستعمل جبن عادي، ومام السعر تاعو في متناول الجميع، ماهوش غالي. هذا النوع كيما راكم تشوفوا هاهو جبن خاص بالبيتزا، كيما راكم تلاحظوا هذا راه معروف، وتصيبوه كاع في عند لي اليمونطاسيون جينيرال، تصيبوه بارتو في لي بيس. كيما لاحظتوا كنت درت طبقه من هذاك اللحم المفروم، من بعد دوك ندير طبقه مليحه من الجبن هكذا. صدقوني ميم هذا الجبن السعر تاعو هايل، او ميم طون الذوق تاعو شباب، انا الذوق تاعو عجبني خير من هذاك اللي نشروه بالبارة ويكون داير كالصابون، هذا عنده طعم بنين. كيما راكم تشوفوا هكذايا نكمل ندير كاع هذاك الجبن تاعي، ونسيي ندير كميه تكون لاباس بها، كي تكون بيتزا معمره بالفرomاج حتكون بنينه. دونك نتوما الجود بالموجود، انا كنت درت فيها غير هكذايا لحم مفروم مع جبن، نتوما تقدروا كيما راهي ديروا لها بيض مغلي، تقدروا كيما راهي ديروا لها مانيش عارفه مايز. دوك الجود بالموجود، كل واحد باه يحب يديرها. انا كنت درتها بهذه الطريقه هكذايا، كنت درتها لهم من قبل 2 مرات وعجبتهم، يبان ولاو يقولوا لي ديريها لنا هكذا. دونك انا هنا ما قعد لي غير نحطها داخل الفور، كي نشوفها طابت لي من تحت نشعلها غير شويه من الفوق قسمه هذاك الفخوماج يذوب. وكيما راكم تشوفوه بعد ما طابت راني جبتها هنا، وشنو ما طيبوهاش على نار قليله، طيب على نار متوسطه رايحه شويه للقاوي، البيتزا تحب النار شويه قويه، ما طيبوهاش قليله. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما جبتها درت لها رشه تاع معدنوس شويه زيتون، التزيين يولي لكم كيما تحبوا نتوما، انا عطيتكم الوصفه وانتوما بدعوا فيها.
ومام هكا البيتزا كنديروا لها شويه رشه تاع زيت الزيتون، حتزيد لها بنه على بنه. صدقوني جات من اروع ما يكون، بزاف بنينه هايله هايله في المذاق. قولوا لي هذه البيتزا تليق في البحر، في البحر تجي بزاف. حتستمتعوا بالذوق تاعها. وهنا عميراتي نقول لكم هنايا رانا قريب نوصلوا نهايه الفيديو. شوفوا هنا نقسم لكم باه نشوقكم تجربوها. شوفوا هنا كاين نقسم لكم، قسمتها هكا ديكاري، الله يبارك زاكيه. وفي مره في وقفه كنا وجدناها، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله هذيك لاصوص، شوفوا كيف مشمخه بلاصوص وكيف جات. مام الجبن طاها بنا هو وهذاك اللحم المفروم. انا كنت درت لها غير شويه زيتون هكا خضر، روعه في المذاق. شهيتكم في الجنه عميراتي. شوفوا هذيك لاصوص كيفاه مشمخه. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم ما تبخلوش عليا بدعمكم للقناة. أحبكم في الله الذي أحببتموني فيه. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.